شاب خجول بيكون عايز يصارح صاحبته بحبه ليها، لكن في بنت تانية بتعجب بتلقائيته وبتقع في حبه، وكمان بيكون أول علاقة ليها. انتوا بتسمعوا محمد شمس، وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. ديف شاب مراهق بيسيب الحفلة وأصحابه وبيطلع يكلم نفسه بره، وكأنه بيكلم بنت اسمها جين وبيعترف لها بحبه. لكن في بنت اسمها أوبري بتكون مراقباه وبتتعرف عليه وبتفتكره مجنون لأنه بيكلم نفسه، لكنه بيتوه في الكلام وبيعرف إن هي كانت ماشية من الحفلة لأن كلها قابل وهي لوحدها فيها. وبيعرفها برضو إن ده نفس السبب بتاع خروجه من الحفلة، وبيعرفها كمان إنه مش مجنون وإنه معجب بصاحبته جين واللي بتكون زميلة أوبري في المدرسة. بس هو مش لاقي طريقة يصارحها بحبه لأن هما الاتنين أعز صحاب. وبتعرفه أوبري إن فرصته ضعيفة لأنها مرتبطة بشاب وسيم اسمه براندون واللي استحالة ممكن تسيبه. وبيقرر يسمع أوبري الكلام اللي عايز يقوله لجين، والكلام بيكون تلقائي جدا ومش مترتب ولا متزوق زي بتاع الشباب العاديين. وبتحس انه طالع من قلبه لدرجة ان عينيها بتدمع. وبتعرفه ان الكلام ده مش هيعجبها، ده لانه مش من ذوق جين ولانه مش عصر كفاية بالنسبة لها. وبتعرفه بالطريقة دي انه هيفضل في فريند زون بتاع جين. وبيكملوا اليوم مع بعض لغاية ما الشرطة بتيجي وبتكبس عليهم، وبيضطروا الاتنين يهربوا. وبيوصلها لبيتها مشي، وبتعرض عليه أوبري انه يطلع لأوضتها علشان يشرب حاجة، وبيطلع فعلا وبيعرفها ان قصة الحب في خياله زي الافلام الكلاسيكية الابيض واسود. وبتعرفه اوبري انه لازم يطلع بقى للالوان علشان ترضى بيه جين حبيب ليها. وبياخدهم الكلام وبيناموا مع بعض، لكنه بيصحى تاني يوم وبينط من الشباك علشان اهلها ما يشوفوهوش وما بيكونش خد رقمها. ولما بيلبي لاصحابه سام وبيج بيعرفوه انهم هيساعدوه بانهم هيجيبوا له رقمها، بس بيدوا له رقم الارضي بدل رقمها الشخصي. وبيكلمها وابوها هو اللي بيرد عليه وبيطلب منه انه يكلمها، وبيعرض عليها ان هم يروحوا السينما مع اصدقائهم بالليل. وبيتصدم ديف بالليل لما بيلاقي اوبري جايبه معاها حبيبها اللي اسمه روني وبيكون اكبر منها في السن. وفي نص الفيلم بتطلع اوبري وبيخرج لها ديف بره وبيديها رقمه بتاع الموبايل، وبيعزمها هي وحبيبها روني بعد الفيلم على افتر بارتي عند جيم في بيتها. والكلام بياخدهم لغايه ما بيطلع روني علشان ياخدها تاني للفيلم على جوه. وبعد الفيلم بيروحوا فعلا على بيت جين، وروني بيقعد يحكي قصصه والكل بيكون منتبه له لانه اكبر منهم في السن وبيعتبروه قدوه. بتمل اوبري من القصص دي وبتطلع بره وبتلاقي جين قاعده لوحدها. وبتعرف اوبري ان ديف صديق جدع جدا وانه اصيل لان ابوه اتخلى عنه هو واخته الصغيره اللي عندها 5 سنين، وبسبب كده هو خرج من المدرسه علشان يشتغل ويصرف على نفسه وعليها هي كمان. وبنروح لروني اللي بيعرف ديف انه عايز يدخل في علاقه مع اوبري لاول مره في حياتها، بس هي بتكون متردده لكنه خلاص النهارده اتفق معاها ان هم هيدخلوا في العلاقه دي وجهز كل حاجه. لكن بيروح لها ديف بعدها وبيطلب منها ان هي ما تدخلش علاقه مع روني لانها تستاهل حد افضل. وبتقول له زي مين؟ فبيقول لها ايه، هو انت كفيفه ولا ايه؟ لكن بيقاطعهم روني وبياخد اوبري وبيمشي. وبيعرف ديف ان جين انفصلت عن براندون حبيبها، ودي بتكون فرصته انه يقرب منها ويعترف لها بحبه، لكنه بيواسيها وبيسيبها لسبب غريب وبيمشي وهو مش عارف هو بيعمل كده ليه. لكن في نفس الوقت ما بيكونش بيفكر غير في اوبري. ولما بيخرج بيكلمه وبيروح ياخدها بالعربيه وبتعرفه انها انفصلت عن روني، وده بسبب كلام ديف ليها، بس لازم ترجع على بيتها علشان هي منهارة دلوقتي وفي الطريق بتشوف حادثة، فبتنزل تنهار في حضن ديف. وتاني يوم بتقابله هو واخته في الحديقة. بتكون سعيدة جدا بموقف ديف الرجولي لانه ضحى بتعليمه ومستقبله قصاد انه يساعد اخته. وبالليل اهلها بيخرجوا وهي بتكون لوحدها في البيت وبتطلب منه انه يجي يقعد معاها شوية، فبيروح لها فعلا وبيجيب لها هدية. وبسبب انها اول مرة هما الاتنين يدخلوا في علاقة بيكونوا مترددين جدا وبيحاولوا يدوا لبعض وقت اكبر قبل العلاقة دي، لكن ده ما بيحصل. وبيدخلوا هما الاتنين في علاقة مع بعض بعدها وما بيكونوش عارفين يقولوا ايه لبعض، وبيكونوا الاتنين فاكرين انهم مش مناسبين وانهم مجرد علاقة عابرة في حياة بعضهم. وسام وبيك بعدها بينصحوا ديف انه يكمل ويكلم اوبري وكأنه دي خطوة جديدة في حياتهم مع بعض اللي هتستمر، او يعتبرها علاقة عابرة وانه لازم يقرر ده هو واوبري. ونروح لاوبري اللي بتكون سهرانة طول الليل بتفكر في ديف اللي تاني يوم بيكون قدام بيتها، وبيعرفها انه بيحبها قبل الليلة دي وبعدها كمان وانه عايز يعرفها اكتر. وبياخدها ويوصلها لمدرستها وبيفتح لها باب العربية كأنها اميرة وهي بتحضنه وبتعرفه ان هي كمان بتحبه. ولحد هنا نكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان نوصلكم بكل جديد.